يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده فيديو جديد، هنعمل كده حاجه حلوه تحلي بقنا وسهله وسريعه من مكونات بسيطه جدا. بصراحه انا اول مره اجربها بس عجبتني، يعني قلت اجرب كده واغامر، بس بصراحه طلعت جميله جدا جدا جدا. وطبعا انا عند ماما فلازم نستغل الموقف ده، يعني ايه اكبر استغلال، ونعمل كل اللي احنا عايزينه بقى براحتنا. بس يا ستي بصوا بقى، شايفينها عامله ازاي؟ تعالوا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. بصوا عايزه اقول لكم طريه وجميله جدا جدا جدا، وطعمها في منتهى الجمال، وهتستغربوا انا عملتها بايه بجد يعني. هنخش بقى على الفيديو وهنشوف عملناه ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو صلوا على سيدنا محمد كتير واستغفروا كتير عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا وفي الحاجه اللي احنا بنعملها. نبدا بقى الفيديو معانا ونشوف عملنا ازاي. جبت طبعا، انا ماما كان عندها العلب دي بتاعت الشركات، طبعا احنا كلنا عارفينها. دي كيكه بالتفاح، وده صوص فراوله، وده كريم جانتيه بالفراوله. هتقولي لي ايه دخل كيكه التفاح في اللي انت بتعمليه ده في الفراولات؟ انا معرفش، بس هي كيكه بالتفاح وبالقرفه. بس عايزه اقول لكم طلعت مع الصوصات دي تحفه. ابتديت اللي انا اعمل كريم جانتيه زي ما احنا شايفين كده. هنعمله الاول. حطيت طبعا العبوه اللي في الكيس، تمام، وحطيت عليها كوبايه الا ربع من اللبن. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه. انتوا ممكن تقولوا لي دلوقتي هو ليه خفيف؟ انا قصدي اللي انا اخففه كده. احنا كنا ممكن نحط نص كوبايه لبن بس عشان العبوه صغيره، بس انا قصدي اللي انا اخففه كده. بس انا حابه ان انا اتقله سنه بسيطه خالص. فهعمل ايه؟ ده جيلاتين، تمام. هنحط معلقه واحده من الجيلاتين، معلقه واحده بس كبيره، وهحط عليها شويه ميه دافيه مش سخنه يعني بتغلي، وهقلبها بس عشان تفك، وهبتدي ان انا انزل عليها. طيب انت لو خف معاكي الكريم جانتيه خالص ممكن تزودي في الجيلاتين تاني وتحطي ان انت تقليه لو انت عايزه تقليه. انا مش عايزه تقله قوي، انا عايزاه بنفس القوام اللي انا هعمله بيه ده، وهقول لكم ليه في الاخر. خلاص. هبتدي بقى ان انا اقلب كده، اعمله بالمضرب بتاعي. وبعد كده خلاص كده انا حطيته في التلاجة، وهبتدي ان انا اعمل الكيكه بتاعتي. جبت 3 بيضات ونص كوبايه لبن، وكمان حطيت 3 معالق من الزبده. عايزه اقول لكم على حاجه، الحاجات دي بيكون المكونات بتاعتها مكتوبه على العلبه، تمام. بس في حاجة هنا، انا بعد ما عملت الكيكة بتاعتي انا حسيتها برضو تقيلة بصراحة. يعني انا عايزة اقول لكم حاجة، ما تعتمدوش الحاجات اللي بتكون مكتوبة على العلبة. يعني انتوا ممكن تعملوها وتحطوها على كده زي ما هي. بصوا هي هنا تقيلة، ممكن تعملوها وتحطوها على كده زي ما هي وما تاخدوش بالكم، او مثلا تقولوا لا هي دي الطريقة اللي هم قالوا عليها. لا، انا عايزة اقول لكم على حاجة. انا بصراحة زودتها شوية لبن تاني لان انا حسيتها ان هي تقيلة شوية، تمام. فانا زودتها شوية لبن تاني، وطبعا عشان الزبدة مش سايحة، فطبعا هي مدياني القوام ده. لكن لما الزبدة هتسيح في الفرن خلاص تمام، فهي بيبقى يكون مكتوب عليها الحاجات بتاعتها اللي هي تحط ايه. بس انا زودتها شوية لبن تاني عشان تكونوا عارفين. ولو ما فيش زبدة ممكن تحطوا سمنة عادي جدا. دهنت بقى الصينية كده زبدة من تحت، تمام. وهنا طبعا انا استغلت ماما برضو كالعاده، طلعت لي الصينيه دي بتاعت كيكه. هي اول مره يعني اول مره تستعملها، هي جايباها جديد بتاع قوالب الكيكه، فانا طبعا ايه استخدمتها. وابتديت بقى دلوقتي ان انا هعمل الصوص بتاع الفراوله. طبعا دخلت الصينيه الفرن، وابتديت بقى ان انا اعمل الصوص اللي هو بتاع الفراوله ده. هو بيتحط وبيتحط معاه ميه، برضه بيبقى مكتوب لكم قد ايه. تقريبا كنت حاطه في حدود كوبايه ميه مع صوص الفراوله ده، وبنحطه على النار، بنرفعه على النار مفيهوش اي حاجه لحد ما بيبتدي يتقل معانا. بس طبعا بنكون موطين عليه النار. اول ما بيبتدي يتقل ويبتدي ياخد ياخد ودي مع بعضه كده في الغليان، هطفي عليه وبرضه هسيبه يبرد شويه، وبعد كده احطه برضه في التلاجة ان هو بس ايه يسقع. والكريم جانتيه برضو نفس الكلام، انا حطيته في التلاجة يسقع. بس انا كده كده مش عايزاه ماسك عشان هقول لكم ليه دلوقتي، تمام. بس كده هبتدي بقى ان انا اعمل صوص الفراولة زي ما احنا عملناه. وطبعا صينيه الكيكه في الفرن برضو بيكون مكتوب لكم عليها انتوا تحطوها قد ايه في الفرن وعلى درجه حراره قد ايه وكل الكلام ده. خلاص هبتدي بقى ان هو كده بعد ما خلص حطيته بقى ان هو يبرد في التلاجة. وهنا الكيكه بعد ما طلعت، بصوا انا اختبرتها، هي بصراحه طالعه ما شاء الله جميله. وعايزه اقول لكم ريحتها كانت حلوه قوي. انا اصلا بحب القرفه في اي حاجه، في اي حاجه في الاكل، في الحلويات انا بحبها. والكيكه دي كانت كيكه تفاح بالقرفه،
تمام. بصوا انا شلت كده القاعده اهي، شلت اللي هي الجوانب بتاعت الصينيه دي، وسبت القاعده زي ما هي. بس طبعا هنا بعد لما فضيت الكريم جانتيه، انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا حطيت الكريم جانتيه لما لقيته ماسك كده، انا اتعمدت ان انا احطه على الكيكه وهي سخنه. تمام. ليه؟ لان انا عايزاه يسيح عليها، انا مش عايزاه ماسك. انا عايزه الكيكه كلها تبقى سايحه في قلب بعضها كده، وعايزه الكريم جانتيه يكون عامل زي الصوص، ما يكونش كريم جانتيه ماسك. تمام. هي طبعا كده كده لما اتحطت في التلاجة هو بعد كده مسك، بس انا كنت عايزاه ينزل سايح على الكيكة وبعد كده بقى ايه يمسك براحته. هنا انا حطيتها برضو في صينية تاني علشان لقيت ان هو هيسيح وهيبهدل الدنيا. فكده بعد ما حطينا طبقة الكريم جانتيه، وبصوا بقى هنا العظمة بقى. هنا سأسكت قليلا، يعني بصوا الكلام من غير اي حاجه، هي زوقت نفسها بنفسها. جبت بقى الصوص بتاع الفراوله، وابتديت اللي انا انزل كده على على الكيكه من فوق. عايزه اقول لكم كان طعمها وريحتها عظمه بجد. بصوا اصلا شكلها عامل ازاي من الجوانب، وشكلها من فوق متزوقه، مترتبه كده لوحدها اكن لوحه فنيه حد راسمها. جميله جدا جدا. طبعا عايزه اقول لكم حطيتها في التلاجة شويه، بس انا ما سبتهاش كتير لان طبعا هم كالعاده كانوا مستعجلين عايزين يدوقوها، وعجبتهم جدا جدا. ممكن تجيبوا الحاجات دي وتجربوها، بتتباع عند العطار عادي. العلب والعبوات دي بتتباع عادي. ممكن تجيبوها وتجربوها برضو. انا بس حبيت اجربها معاكم لان انا كنت اول مره بصراحه اجرب العلب دي، بس بصراحه طلعت تحفه بجد. يعني هي طلعت حلوه قوي قوي وطريقتها جميله. هي بس الكيكه هتزودي شويه لبن تاني لو حسيتي ان هي تقيله، انما لو حسيتي ان هي تمام خلاص تمام. بصوا بقى هندوق بقى ونشوف ونقول. انا بطأت لكم الفيديو عشان تشوفوا بقى العظمه، وتشوفوا كيكه وهي بتتقطع شكلها عامل ازاي. تخيلوا بقى الشكل عامل كده، الطعم بقى هيكون عامل ازاي. جميلة جدا جدا. جربوها بالطريقة دي، ويا رب يكون الوصفة عجبتكم ويكون الفيديو عجبكم واكون كنت خفيفة عليكم. طبعا انا مش هسيبها الا لما اخلصها. بصوا خدت كمان صوص من الفراولة وحطيت كده من فوق. جميلة جدا جدا جدا. عظمة عظمة يا ام ادهم بجد. متنسوش بقى تحطوا اللايك عشان اللايك ما بيكهربش على رأي ماما، وشجعوني بلايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الجميلة. بس كده يا ستي، هنكمل بقى الفيديو معانا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. وكان معاكم اكلات ام ادهم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.